ستكون مواجهة أسود الأطلس لمنتخب جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء القادم برسم ثمن نهائي النسخة الحالية لكأس إفريقيا للأمم. هي المواجهة الرابعة من نوعها للمنتخبين في إطار الأدوار النهائية للكان، ولم يسبق الأسود الأطلس أن حققوا الفوز في المرات الثلاث الماضية، ذلك أن أول مواجهة سنة 1998 ببوركينا فاسو شهدت فوز المنتخب الجنوب إفريقي بهدفين لهدف في الدور ربع النهائي، ووقع هدف الفريق الوطني سعيد شيبة. وتواجه المنتخبان لثاني مرة في دور المجموعات لنسخة تونس 2004، وانتهت المباراة متعادلة بهدف لكل فريق، وسجل هدف الأسود يوسف سفري من ضربة جزاء. وخلال نسخة 2013 بجنوب إفريقيا تواجه المنتخبان لثالث مرة في نهائيات الكان، وانتهت المباراة متعادلة بهدفين لكل فريق، وسجل هدف الفريق الوطني كل من عصام العدوى وعبد الإله الحفيظ.